شباب تانية ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نبدأ مع بعض حل شابتر 2 ليسون 2 هو الويف موشن. طبعا انا عارف دلوقتي ان احنا واقفين عند شابتر 3 ليسون 1، خلاص خلصناه. انت كده متأخر في المعاصر درسين، بس انا بعتذر طبعا عن التأخير ده بسبب بس ان احنا مضغوطين مع تالتة ثانوي، عشان بس خلاص بنفنش المنهج عشان نبدأ فاينل ريفيجن في تالتة ثانوي. فالدنيا بس عندنا كانت ايه، متدربكه شويه. ولكن انت ما تقلقش، هينزل لك ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول بيوم ولا حاجه. هينزل لك شابتر سي ليسون 1 بتاع المعاصر، وبعديها بيومين هينزل لك مراجعه الشهر كلها. خلاص. فما تقلقش ان شاء الله الدنيا بالنسبه لك هتبقى تمام يعني. طب تعالى كده نبدا شابتر 2 ليسون 2. نشوف اول سؤال بيقول لك ايه. The wave propagating in a medium can transfer. طيب ما طبعا energy in the direction of propagation، انا عارف مثلا ان انا آه لو دي زي مثلا ليك كده بحيره، وانت رميت طوبة، فالطوبة بتبدأ ايه، تعمل دوائر حوالين الليك كده وتنتشر بالمنظر ده. فالطاقة بتبدأ تنتشر في نفس الدايركشن اللي انت ايه بتنتشر فيه، صح كده؟ بس عشان كده بقول الدايركشن ده اصلا تعريف الويف، ان انت بتعمل اضطراب في الميديا، فالانرجي بتنتقل في نفس الدايركشن اللي انت بتعمل فيه اضطراب. ماشي. means the opposite figure represent a wave which of the points A B C D have the same phase. انا بمنتهى البساطة هبدأ اطلع بالمنظر ده كده، هلاقي ان A دي طالعة لفوق. تمام. هكمل هلاقي ان بي نازله لتحت. تمام. كمل 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 كمل، سي طالعه لفوق. كمل كمل كمل، دي نازله لتحت. يبقى مين زي بعض يا جماعه؟ هلاقي ان ايه وسي زي بعض، وبي ودي زي بعض. هو جايب لي مين في الاختيارات هنا؟ هو جايب لي بي ودي، يبقى الاجابه ايه؟ بي ودي. طيب. 3. The opposite figure represent a transverse mechanical wave propagating in a medium from left to right. طيب. So in which direction does the particle B move as a shown instant؟ يا جماعة B دي بتتحرك في الويف فوق وتحت، فأنا كده كده هستبعد left و right. هي بتستبعد هي بتطلع ايه، فوق وتحت، صح كده؟ تمام. لو انت عايز تعرف الدايركشن بتاع النقطة دي، دايما بقى خدها قاعدة حفظ يعني. لو عايز تعرف الدايركشن عند النقطة، بص قبل النقطة. لو قبل النقطة لقيت رف يبقى هي داونورد. تاني. لو قبل النقطة لقيت رف يبقى هي بتتحرك داونورد. لو قبل النقطة لقيت كريست يبقى هي بتتحرك ابورد. فانا مثلا هبص على النقطة دي ايه، دي اللي انا عايز اعرفها صح. بص قبليها، لقيت قبليها ايه؟ لقيت قبليها ترف، يبقى هي بتتحرك داونورد. طب لو كانت النقطة دي انا اسمها زد مثلا، بص قبل زد دي هتلاقي كريست، يبقى زد دي بتتحرك ابورد. تمام. هنا a transverse wave of frequency 50 propagate in a certain medium and the opposite graph represents the relation between the displacement d of one of the medium particles and the time t. عايز اعرف التايم انترفال بتاع اي بي بكام. طيب هو مديني الفريكوانسي صح؟ اه تعرف تجيب periodic time؟ ايوه يا مستر بقى، خلاص من الحصه اللي فاتت عارفين البريودك تايم 1 اوفر فريكوانسي. فواحد على 50 ده تايم البريودك تايم، ده الايه البريودك تايم اللي هو 0.02 ايه سكند بالمنظر ده. طيب. هو عايز التايم بتاع اي بي. طب صلى على النبي. مش انا عارف ان البريودك تايم ده كده كده رقم ثابت ما بيتغيرش، صح؟ مش ده بيساوي تي على ان؟ اه. طيب التي دي انا عايز اعرفها. تمام. الان بقى قد ايه؟ من ال بي دي كده ربع يا جماعه، صح ولا انا غلطان؟ اه يبقى احط هنا ايه 0.25 اللي هو ربع يعني. كده اقدر اطلع بسهوله التايم ولا لا؟ يطلع عند حضرتك 1/200، يعني الاجابه تشويس ايه؟ التشويس دي. تمام. لان احنا كلنا عارفين ان البريودك تايم طبعا ده من الدرس اللي فات تي على ان، والفريكونسي بتساوي ان على تي. والفريكونسي بتاعت اي ويف هي يعني هما الاتنين رقمين ثابتين يعني، فاللي بيتغير هي الان والتي بس. تمام. 5. طبعا دي ايه الصورة فيها مش احسن حاجة، لكن انا هقرا لكم السؤال يعني. The opposite two figure represent two water waves B and Q propagating for a distance x with the same speed. تمام. عايز يعرف the wave of the largest amplitude و wave of the highest frequency. طيب الامبليتيود لو احنا شدينا خط كده اكني بروباجيت كده مثلا اهو. تمام. هل الامبليتيود هي من اعلى نقطة لحد الخط ده؟ هنا من اعلى نقطة لحد الخط ده باين قوي ان كيو اعلى طبعا، يبقى الامبليتيود بتاع كيو اعلى. طب الفريكونسي باين قوي ان عدد اللفات بتاعت كيو دي اعلى بكتير من بي، يبقى الهايست فريكونسي هي مين برضو؟ هي كيو، تبقى الاجابة تشويس دي. انت عارف ان الفريكونسي بتساوي ان على التي صح؟ اه. هما الاتنين هما الاتنين عندهم نفس التي. هو عايز خلال المدة دي كلها ايه، يبقى هي الفكرة كلها فين؟ في الان. اللي عنده اعلى ان يبقى عنده اعلى فريكونسي. طبعا هنا عدد اللفات بتاع كيو اعلى بكتير من عدد اللفات بتاع مين؟ بتاع بي، يبقى ده عنده اعلى فريكونسي. طيب تعالى هنا. The opposite graph represents the relation between the displacement d of the particles of a medium
in which a transverse wave propagates with frequency lambda amplitude a and the distance x traveled by the wave. if the frequency is doubled، لو الفريكونسي زادت doubled، مين الرقم او distance ايه؟ تعال نشوف distance ايه increase to double. يا جماعه ايه دي؟ هي الامبليتيود. هل الامبليتيود ليها علاقه بالفريكونسي؟ لا، الفريكونسي بتزود لك عدد اللفات، ولكن الامبليتيود ملوش علاقه. تمام. C decrease to half. C decrease to half. طب ما C ده يا جماعه هو الويف لينس، صح ولا انا غلطان؟ صح. طب مش انت عارف ان الفريكونسي لو زادت الدبل الويف لينس يقل النص، ان هم انفرس مع بعض؟ يبقى فعلا ان سي دي هتقل النص. دي صح. طيب دبل اي اذا امبليتيود دبل اهو، لو الامبليتيود زادت دبل يبقى مين اللي هيزيد؟ اكيد ايه ده هو الامبليتيود. يبقى ايه ديكريس تو هاف؟ لا، ايه المفروض يزيد دبل. طيب مفيش ايه، طب تعالى نشوف. سي انكريس تو دبل، لا سي ده الويف لينس ملوش علاقه. اه بص ايه ده بقى. طب ما ايه ده برضو المسافه من هنا لهنا، فانت اكيد لو زودت الامبليتيود يعني دي كمان هتزيد كده، يعني ايه انكريس تو دبل. تمام. 7. if the wavelength of the transverse wave is lambda الديستانس بين الفيرست كريست وذا كريست اوف اوردر ان ايكوال كام؟ طبعا سي. ليه سي بقى؟ تعال نفترض مثلا الديستانس بين الفيرست كريست والتنس كريست، المسافة من الأولى للعشرة، كده المسافة قد ايه؟ الإجابة المسافة 9. صح، من الأولى للتانية ادي واحد، من التانية للتالتة ادي واحد، وهكذا نفضل كده لحد 10 يطلع لك 9. يعني أكنك بتعمل ايه؟ كأنك بتاخد ال n اللي هي 10 دي تعملها ناقص واحد، ده يديك ايه؟ ده يديك 9. عشان كده قلنا القانون n minus 1. طب تعالى هنا. in the opposite wave if the distance between الفيرست كريست ادي الفيرست كريست والثيرد ترف ادي الثيرد ترف is 100، عايز اعرف الويف لينس بكام؟ طب ما الويف لينس هو اكس على ان، انت الاكس بتقول لي 100، الان قد ايه بقى؟ تعالى نشوف من هنا لهنا. ادي ربع 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 ربع، يبقى ده كده واحد، كده كده اول لفه لان بواحد. ربع 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 ربع، ادي كده اتنين، بعد كده ربع ربع، كده اتنين ونص كل الايه اللفات. تقسم 100 على اتنين ونص، ده يديك كام؟ ده يديك 40 سنتي. طيب which of them مين في دول يا جماعة produce longitudinal wave؟ يعني ايه longitudinal wave؟ يعني انا حاجة مش electromagnetic، لان الالكترومagnetic كله transverse، انا عايز حاجة مش electromagnetic waves. طب ما انا عارف ان الساوند مش electromagnetic waves، لان الساوند هو عبارة عن عبارة عن mechanical، لان الميكانيكال هو محتاج ميديم، صح؟ طب ما الصوت محتاج ميديم، يبقى الصوت ده ميكانيكال وادام ميكانيكال، ادام ميكانيكال يبقى هو اكيد لونجيتيودنال. ما هو لا اما بص الميكانيكال، عشان تبقى انت معايا في الصوره، الميكانيكال هو نوعين، لا اما ترانسفيرس لا اما لونجيتيودنال، ولكن الالكترومagnetic هو ترانسفيرس بس، فبالتالي اي حاجه الكترومagnetic هي مستحيل تكون لونجيتيودنال. تمام. هنا the opposite figure represent a model of sound wave propagating through air inside a tube opened from both ends. تمام. how to describe region Q؟ تمام. a region of high density which is called compression. طيب a region of low density which is called، مبدئيا انت لو بصيت على Q هتلاقي هو هتلاقي Q ده مش high density، العدد اللي فيه قليل، فبالتالي هو مش high density، هو low density. طب الحتة اللي فيها low density اسمها compression ولا refraction؟ لا refraction، بيبقوا بعيد عن بعض، فبالتالي بتبقى الموليكولز قليلة، ولكن الكومبريشن بيكونوا قريبين من بعض لازقين في بعض. تمام. 11 if the distance between two successive points، طب ما المسافة بين two successive points ده اسمه الويف لينس يا جماعة. having the same phase for a wave equal 50، يبقى الويف لينس بكام؟ يبقى الويف لينس ب50 عادي، بس هو عايزه بالمتر يعني 0.5، كانك هتحول بس مش اكتر. هو بيختبرك يعني انت تبقى عارف ان المسافة ما بين two successive point have the same phase، ده اصلا تعريف الويف لينس، هو بيختبرك انك تبقى عارف يعني المعلومة دي. طيب هنا بيقولك مين في دول represent the direction of vibration of the particle of the medium؟ بيقولك longitudinal. اللونجيتودينال يا جماعة بيكون يمين وشمال يعني بي. طب انا اللي ترانسفيرس ايه ده؟ هو اللي ترانسفيرس بيكون فوق وتحت. تمام. هنا the opposite figure represent a longitudinal wave then the ratio between the two distance الاكس بتاعت AC على الاكس بتاعت DE. طيب من AC دي قد ايه يا جماعة؟ بصوا يا جماعة احنا عارفين اولا ان انا من هنا لهنا
كومبريشن لكومبريشن او ريفاكشن لريفاكشن، ده بيبقى 1 ويف لينس. تمام. انا بقى من A ل C ده قد ايه؟ بص يا سيدي، من هنا لهنا ده كده 1 ويف لينس. تمام. من هنا لهنا ده كده يبقى 2 ويف لينس. لا، هو بقى مش عايز يروح لدي وعايز هنا، يعني كده بتقول لي نص ويف لينس. يعني كده اكس اي سي دي عبارة عن 1.5. تمام. طب بتاع الدي اي من هنا لهنا يبقى ده كده نص بس، يبقى 1.5 على نص، بمنتهى البساطة تطلع 3/1. 14. Two sound wave A and B propagate in the same medium if the frequency of wave A is twice the frequency of B. frequency A بتساوي 2 frequency B. عايز يعرف البريودك تايم والويف لينث. طب ما البريودك تايم انفرس مع الفريكونسي، والويف لينث برضو انفرس مع الفريكونسي. يعني كده هتقولي بريودك تايم A هو نص بريودك تايم B، لان هما انفرس. وكمان هتقولي ويف لينث A هي نص ويف لينث B. يعني الإجابة تشويس دي. لحد دلوقتي شايف ان الدنيا بسيطة. 15. The opposite graph represents the relation between the displacement d for the particles of a medium in which two sound wave A and B propagate. ماشي. and the distance x traveled by the two waves. طيب so the ratio between الفريكونسي. طبعا يا جماعة انا عارف ان الفريكونسي هي بتساوي n على t، صح؟ هما الاتنين هنا عندهم نفس التي، بينتهوا بنفس التي، فبالتالي ده مش داخل معايا في الحسبان. يعني فريكونسي A على فريكونسي B بيساوي ان A على ان B. تعال نشوف ان A. ادي كده ربع وربع وربع وربع، ودي كده اول لفة. بعد كده ربع وربع، يبقى انت كده عامل لفة ونص. تمام. طب بتاعت بي ادي ربع وربع وربع، يبقى انت عامل كده قد ايه؟ 0.75. صح ولا أنا غلطان؟ صح. ده يديك كام يعني؟ ده يديك 2/1. طيب عايز الامبليتيود. تعال نبدأ بتاع ايه. احنا عارفين الامبليتيود هي من اعلى نقطة لحد الاكس اكسس ده كده. فتعال نفترض المربع ده ب1، يعني نفترض كل مربع ب1. يبقى الامبليتيود بتاع ايه ب1. طب بتاع بي اهي المسافة من اقل نقطة او اعلى نقطة مش تفرق. تعال مثلا ناخد من فوق دي اهي لحد الاكس اكسس. احنا عارفين كل مربع ب1. طب دول مربعين، يعني كده الامبليتيود بتاع بي ب2. تطلع الاجابة 1/2. هنا the opposite figure representing a wave propagating in a row within this wave is ايه؟ باين اوي ان انا طالع فوق تحت، يبقى دي ترانسفيرس. طب الويف لينس. الويف لينس هو المسافة. طبعا الويف لينس بيكون كده المسافة الهوريزونتال اللي هي واي يعني، ولكن اكس دي بتعبر عن امبليتيود وامبليتيود. مين الويف لينس؟ الويف لينس ده هو واي، دي عادية جدا يعني. 17. What is the characteristic that describe all the longitudinal wave and doesn't describe all the transverse wave. طيب بمنتهى البساطة they required medium to propagate. ليه؟ كل اللونجيتيودينال مليون في المية انت عارف ان هما ميكانيكال، صح؟ يعني اكيد محتاجين ميديم. ولكن هل كل الترانسفيرس ميكانيكال؟ يعني هل كل الترانسفيرس محتاجين ميديم؟ لا، في ترانسفيرس بيكون الكترومagnetic بس. فبالتالي اي حاجة لونجيتيودينال انت مليون في المية متأكد ان هي ميكانيكال، ان هي مليون في المية محتاجة ميديم. تعالى هنا. هنا a wave propagate in a string and the opposite graph represent the relation between the displacement d of one of the string parts about its equilibrium position and the time t. Which of the following graph represents the relation between the kinetic energy of this part and the time t. طيب واحدة واحدة. لو واخد بالك كان هنا بادئ من اعلى distance، صح؟ اه. يعني مثلا تعال نفترض لو انا عندي مثلا بندول، ده الاكويليبريم بوزيشن. انا كده بادئ من هنا، انا كده بادئ من اعلى نقطة. طب مع اعلى نقطة دي انا عارف ان الكاينيتيك انرجي عندها بتكون زيرو، لان البوتنشال بتكون ماكسيمم. يبقى كده اللحظة اللي انا هبدأ فيها لازم الكاينيتيك ما تكونش بادئة من فوق، لازم تكون بادئة من تحت. تمام. طيب ما هو انت كده لو خدت بالك هنا هتلاقي دي ربع 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 ربع، يعني اللفة الكاملة بتعمل بريودك تايم كام؟ تي. هنا بيقولك الكاينيتيك انرجي بدأ من الزيرو وزادت، ده اللي هو امتى؟ لما ارجع تاني الاكوليبريم. بعد كده من الاكوليبريم هروح للنقطة التانية، فالكاينيتيك انرجي ترجع زيرو. بس دي كده نص لفة، فازاي تقول لي تي؟ تي دي بتاعت اللفة الكاملة، يعني انت المفروض تكمل بعد كده ترجع تزيد ماكسيم، بعد كده ترجع تقل زيرو، اللي هو الإجابة سي يعني. يعني رسمة ايه دي
هي رسمة النص لفة، فبالتالي المفروض ده يبقى نص periodic time مش periodic time. 19 when a pulse is made in a rope the speed of the pulse along the rope. لا احنا عارفين يا جماعة دايما السبيد بتفضل constant. خلاص. هو انا دلوقتي تقريبا هيدخلني دلوقتي هيدخلني على الجزء بتاع السبيد وكده. خلاص، فانت لازم بس تبقى عارف كام حاجة نتفق عليها يعني. ان الفيلوسيتي بتساوي ويف لينث في فريكوانسي بالمنظر ده كده. تمام. ولازم تبقى فاهم ان انا لو بتنقل من ميديم لميديم، دي حاجات بس ايه بنتفق عليها عشان تسهل لنا الاسئله اللي جايه. بس لو بتنقل من ميديم لميديم الفريكوانسي كونستانت ما بتتغيرش. تمام. ولازم تبقى فاهم ان انا طول ما انا نفس الميديم الفيلوسيتي بتاعتي كونستانت. تمام. لازم تبقى فاهم لو انا نفس السورس فالفريكوانسي بتاعتي برضو كونستانت. دي حاجات ثابته. تمام. حد عنده مشاكل؟ ماشي. دلوقتي بقى احنا جاهزين نبدأ سؤال ايه 20. بس ثواني كده ايه ونكمل. سؤال 20. A transverse wave propagates through a thin thread at speed 300 if the distance between two successive crests. ده طبعا تعريف الويف لينث. يعني ده كده الويف لينث 3. عايز اعرف الفريكونسي، اعوض خلاص قانون في القانون على طول. الفيلوسيتي بتساوي ويف لينث في الفريكونسي. من هنا تطلع الفريكونسي بكام؟ ب100 على 21. A wave of frequency 100 is generated in a string so if it has wavelength نص. عايز اعرف الويف speed through the string equal كام؟ نفس الكلام frequency في wavelength اهو ده يديني 50. بعد كده بيقول لي if the frequency increased to 300 at constant speed الويف لينث بكام؟ كده اولا السبيد ثابته، يعني ال50 دي هي اللي انت هتشتغل بيها في كيس 2. ال50 بتساوي ويف لينث في فريكوانسي 300 وانت عايز تعرف الويف لينث بكام. تطلع الويف لينث ب 0.17. تمام. 22 if the frequency of the school bell ringtone is 102 Hz and the number of waves between it and the flagpole is 12 wave. تمام. So given that the speed of the sound in air is 340 so the distance from the flagpole to the bell equal كام؟ طيب هو مديك السبيد ومديك الفريكونسي، تعرف تجيب الويف لينث صح؟ هتقول ان 340 بتساوي ادي الفريكونسي في الويف لينث. من هنا هيطلع لك الويف لينث بكام؟ من هنا هيطلع لك الويف لينث ب10 على 3. خد بالك بقى الويف لينث ده هي المسافة بتاعت الويف الواحدة، صح؟ هو بيقول لك المسافة اصلا من الفلاج بول لحد الجرس 12 ويف. طب ما لو الويف الواحدة ب10 على 3 يبقى ال12 ويف كلهم بكام؟ هتضرب الرقم ده في 12. دي كده تطلع 40. دي كده المسافة بتاعت ال12 ويف. يعني دي كده المسافة ما بين الفلاج بول لحد الجرس. طيب 23. اول حاجه الامبليتيود هي المسافه من اعلى نقطه، خد بالك، لحد الاكس اكسس. يعني لو مدولك ده كده ده 2 الامبليتيود اللي هي دي ودي. يبقى تقسم 18 على الاتنين يطلع الامبليتيود بكام؟ ب9. طيب عايز الفريكونسي. الفريكونسي هي بتساوي ان على التي. تعال نشوف الان بكام. ادي كده ربع وربع وربع وربع، ادي كده لفه واحده. بعد كده ربع وربع وربع. يبقى كده كام الان بتاعتي؟ 1.75 على التي. كام التي هنا؟ لو دي 0.6 تبقى دي اكيد كام؟ 0.7. تطلع الإجابة كام؟ 2.5 ايه هرتز. طيب عايز البريودك تايم. طب يا جماعة، ما انا عندي معلومة بتقول لي ان انا لو عندي الفريكوانسي، انا عارف ان البريودك تايم 1 على الفريكوانسي. يعني 1 على كام؟ 1 على 2.5. صح كده؟ طيب لما اعمل 1 على 2.5 ده يديني كام؟ ده يديني 0.4. صعب؟ ده بسيط قوي. تعالى هنا. عايز الريشيو بين فريكوانسي اكس على فريكوانسي واي. طيب مبدئيا ما عندهم نفس التي اهو، صح؟ منتهين عند نفس التي. طيب ما دي بتساوي ان على التي، كلهم عندهم نفس التي. يبقى فريكوانسي اكس على فريكوانسي واي
ال n بتاعت x على n بتاعت y. تعال نشوف ال n بتاعت x، ادي ربع وربع 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 كده لفة، وربع يبقى كده لفة وربع. تعال نشوف بتاعت y، ادي ربع وربع 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 كده لفة، ادي ربع وربع 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 كده لفتين، ادي ربع وربع يبقى انت كده عامل لفتين ونص. تعمل 1.25 على 2.5 ده يديك 1 over 2. طيب عايز السبيد، لا خد بالك هو قالك هنا ان اكس واي بروباجيتنج ايه، ان سيم ميديم، ادام نفس الميديم يبقى السبيد ثابته ما بتتغيرش 1 to 1. هل الكلام ده في اي حاجه صعبه لحد دلوقتي؟ تمام. هنا عايز علاقه بين الفريكوانسي والويف لينث، لا طبعا علاقه انفرس، خلاص دي سهله ما فيهاش حاجه. هنا مديك الفريكوانسي مديك الويف لينث وعايز يعرف السبيد. طيب السبيد بتساوي ادي الفريكوانسي ملتبلاي الويف لينث. خد بالك بقى ال 0.75 دي هي 1 over wave length، فلو انت عايز الويف لينث هتشقلب ال 0.75 دي تبقى 1 على 0.75. يعني انت اكنك بتقول لي ال 0.75 دي بتساوي 1 over wave length. لو انا عايز الويف لينث بكام، وديه هنا وخد ال 1.75 هناك بالديفايدد، يبقى الويف لينث بيساوي 1 over 0.75. تمام. تطلع الاجابه تشويس ايه، تشويس دي اللي هو 3 3 3. تمام. هنا 27 عايز الفاليو بتاع اكس بكام. طيب واحده واحده. اول حاجه تعالى نشتغل هنا، مديني الفريكوانسي ومديني الويف لينث صح. هقدر اروح احسب السبيد، فريكوانسي في ويف لينث يعني 850 في 0.4، ده يديني كام، ده يديني 340 متر بير سكند. تمام. طب مش احنا عارفين السبيد دي ثابته، يعني ممكن استخدمها تاني بس اغير بقى الفريكوانسي خليها 170 وقصادها الويف لينث اللي انا عايزه اللي هو ايه، اللي هو اكس، اللي هو الويف لينث يعني. تطلع الاجابه 2، يبقى الاجابه تشويس دي. ماشي. هنا the opposite graph shows a relation between the speed والwave length for two different waves. عايز اعرف مين frequency اعلى ولا مين periodic time اعلى ولا الدنيا ماشيه ازاي. طيب يا جماعه مش انا عارف ان ال velocity بتساوي wave length في frequency، مش هنا السلوب هو عباره عن v على wave length، يعني اكنك وديت ال wave length هناك، يعني v على wave length ده هو السلوب اللي هو بيساوي ايه بقى، الفريكوانسي، يعني الفريكوانسي دي هي السلوب. صح. صح. يعني اللي عنده اعلى سلوب عنده اعلى فريكوانسي، يبقى ايه اعلى من b. تمام. هنا two laser rays one of them is red وother is green propagate in space so the two rays have the same ايه، ادام space يا جماعة يعني نفس الميديم يبقى هما الاتنين عندهم نفس السبيد. حد عنده مشكلة؟ تمام. تمام كده خلصنا 29. تعالى بقى نبدأ في ايه، في 30. بيقول لك ايه، بيقول لك an electromagnetic wave of wavelength lambda and the frequency propagate in air with speed c. تمام. So which of the following choices represent the wavelength and the speed of another electromagnetic waves that have frequency يعني نص frequency and propagate in air. خد بالك بقى كده الاتنين بيبروباجيت في نفس الميديم يبقى هما اكيد عندهم نفس السبيد، يعني لو دي سي يبقى دي كمان سي. طيب ايه علاقة الفريكوانسي بالويف لينث انفرس، فلو لو الفريكوانسي قلت النص الويف لينث يزيد الدبل، يعني هتبقى 2 ويف لينث. طيب 31 the human ear can hear frequency between 20 هرتز و 2 multiply 10 power 4 هرتز. then the shortest و longest wavelength that can be heard by the human ear بكام لو اداني السبيد. طب يعني انت مرة هتشتغل على الفريكوانسي دي ومرة هتشتغل على الفريكوانسي دي، فبالتالي دي اقل فريكوانسي تديك اعلى ويف لينث ان هما انفرس، ودي اعلى فريكوانسي تديك اقل ويف لينث. تعالى نبدأ. السبيد هي ب 340، مرة احط الفريكوانسي ب20 فده يديني يعني ويف لينث، لو دي اقل فريكوانسي يبقى ده يديك اعلى ويف لينث، يبقى كده يديك 17. تمام. يبقى اللونجست اللي هو تاني واحدة اللي هي 17 اهي. طب الشورتست نفس السبيد بس هتستخدم اعلى فريكوانسي فيديك اقل ويف لينث عشان احنا عارفين ان هما انفرس، فده يديك 0.017 يبقى الاجابة سي. طيب 32 a sound source produce 60 vibration within 1.5 second
كده تعرف تجيب الفريكونسي بكام، صح؟ 60 على 1.5، لان انت عارف ان الفريكونسي بتساوي ان على التي، عدد الفايبريشنز على التايم. يعني 60 على 1.5 اللي هي كام؟ اللي هي 40 هرتز. طيب and the reduced wave propagate in air with speed كذا. تمام. then the distance between the centers of a compression and the excessive rarefaction بيساوي كام؟ طب واحدة واحدة. هقف هنا كده، معايا الفريكونسي ومعايا السبيد، اروح اجيب الويف لينس. تمام. يطلع الويف لينس بكام؟ يطلع الويف لينس لما اقسم في على فريكونسي، يعني 340 على 40، ده يدي لحضرتك كام؟ يدي لحضرتك 8.5. ما تروحش تختار دي بقى ليه؟ لان بيقول لك عايز الديستنس ما بين السنتر بتاع الكومبريشن والسكسيسيف ريفاكشن واحده واحده. لو ده كده كومبريشن، وده كده ريفاكشن، وده كده كومبريشن، ايه هو تعريف الويف لينث؟ المسافه ما بين كل كومبريشن وكومبريشن وريفاكشن وريفاكشن، يعني ده كده ويف لينث. تمام. هو مش عايز المسافه دي كلها، لا ده هو عايز النص، عايز من الكومبريشن لحد الريفاكشن، يعني هو كده عايز نص الويف لينث. فلو الويف لينث كلها ب 8.5، اقسم على 2 يديك نص الويف لينث اللي هي 4.25. طيب 33. The opposite figure represents a source vibrating with a frequency 4 Hz producing waves that propagate on the surface of water with a speed 0.4. طيب as concentric circular ripples around the source given that each circle represent a crest. So the distance between السكند والفيفث كريست بكام؟ ادي السكند وادي الفيفث كريست. طب ما هو من 2 ل 3، يعني كده كريست وكريست ده يبقى ويف لينس. من 3 ل 4 ده ويف لينس، من 4 ل5 ويف لينس، يعني كونه بيقولك أنا عايز 3 ويف لينس، صح؟ طيب مش انت معاك الفريكونسي والسبيد، تعرف تجيب الويف لينس؟ اه ادي الفيلوسيتي وادي الفريكونسي، ده يديك 0.1. هو بقى عايز ايه؟ ده كده الويف لينس، هو عايز 3 من الويف لينس، يعني 0.1 في 3 اللي هي 0. كام؟ اللي هي 0.3. طيب تعالى لسؤال 34. بيقولك a small stone has fallen into a pond of still water. يعني وقعت هنا كده اهو، فبدأت تعمل دواير حوالين الايه؟ حوالين الحتة اللي هي وقعت فيها. طيب عايز time taken by the distribution to move from point B to point Q. من B ل Q ده كام ويف لينس؟ ده 2 ويف لينس، صح؟ طيب واحدة واحدة بقى، واحدة واحدة. أولا الفيلوسيتي هي بتساوي فريكوانسي في ويف لينس، صح؟ تمام. هفك الفريكوانسي دي ان على التي. تمام. الان بكام؟ لان هو لو خدت بالك من الاختيارات، انا ليه عملت كده؟ الاختيارات كلها بدلاله الويف لينس والفيلوسيتي، هو اكيد عايز يخلص من الفريكوانسي، فعشان كده شلتها بدلاله ان على تي. ما انا عايز التايم يظهر برضو، هشيل ان واحط 2. ليه 2؟ ليه 2؟ عشان من بي لكيو ادي كده 1 لفه، يعني يعتبر لفه كامله او 1 ويف، ودي كده 2 ويف، يبقى كده ايه؟ ب2. طيب هو عايز التايم بكام؟ يعني عايز التايم في ناحيه الواحده، اودي التايم هناك واجيب الفيلوسيتي تحت، يبقى التايم بيساوي 2 ويف لينس على ايه؟ على في. تبقى الإجابة تشويس ايه يا جماعة؟ تشويس دي. هل دي صعبة أو فيها مشكلة؟ تمام. 35. if the speed of water wave that passes by a certain point is 1.5 meter per second. طيب دي كده السبيد and there are 30 wave passes by this point in 1 second. طب ما دي كده الفريكونسي يا جماعة، لأن هو عدد الويفز في الثانية الواحدة، ده الفريكونسي ان على التي. أكنك مثلا بتقول ان على التي، تحط الان ب30 والتي ب1، اللي هو يديك 30 يعني، يبقى ال30 دي الفريكونسي. تعرف تجيب الويف لينث؟ اه في على فريكونسي، اديني 0.05 متر. عايز اعرف النمبر اوف ويفز ان ديستانس 60 متر. طيب فك بقى الويف لينث دي، مش ال 0.05 دي بتساوي اكس على ان؟ الاكس 60، يبقى الان بكام؟ بس كده تطلع الاجابة 1200. 36. A wave travels between four different media A, B, C, D and the following graph represents the relation between the vertical displacement D of the particles of each medium at a certain moment. عايز اعرف مين في دول عنده اعلى سبيد. طيب مبدئيا يا جماعه دول كلهم عندهم نفس البريودك تايم، مش نفس البريودك تايم، يعني هو كلهم عند نفس الايه؟ النقطه دي. طب صلى على النبي كده، هنعمل ايه؟ تعرف ان الفيلوسيتي بتساوي، مبدئيا هم كلهم عندهم نفس الفريكوانسي، سيبك من الفريكوانسي، الفيلوسيتي بتساوي ويف لينث في فريكوانسي، صح؟ اه. طيب
ادام هم يا جماعه كلهم، ادام هم كلهم نفس السورس، نفس السورس هو اللي بيطلع دول كلهم، يبقى هو يبقى نفس الايه، الفريكونسي. تمام. واحده واحده بقى. كده الفي بتساوي لامدا يعتبر يعني، فاللامدا هفكها اكس على ان، كلهم عندهم نفس الاكس، صح ولا أنا غلطان؟ يبقى سيبك من دي. يبقى اللي عنده اعلى ان، اقل ان اسف، هيبقى عنده اعلى ايه، ويف لينث. طب ما دي الان بواحد، يبقى دي الاجابه، دي اقل ان تبقى دي اعلى فيلوسيتي. بس. 37. بص يا سيدي، اولا أنا لما اتحرك من ميديم لميديم الفريكونسي ما بتتغيرش، خلاص احنا لسه متفقين معاه. يبقى الفيلوسيتي بتساوي ويف لينث في الفريكونسي، سيبك من الفريكونسي، لما اتحرك من ميديم لميديم الفريكونسي ما بتتغيرش. يبقى فيلوسيتي اكس على فيلوسيتي واي بتساوي لامدا اكس على لامدا ايه، لامدا واي. تعالى، عشان انت عارف ان اللامدا دي بتساوي اكس على ان، هنا الاكس بكام، بال، على ان اللي هي كام، اللي هي 2، بالمنظر ده كده. طب واي، اكس بال، طب والان، ادي 1 2 3 4 4 ونص، فال تروح مع ال اكنك يبقى لك يعني نص اوفر 1/4 ونص، صح؟ اعمل ده كده على الكالكليتر، يديك 9/4. لا تشويس ايه، حد معترض؟ طيب. 38. if the terminal of a spring is being moved to make a transverse wave of wavelength 30 سنتيمتر and its periodic time is 0.1، اقف، اقف. ادام البريودك تايم ب 0.1، تعرف تجيب الفريكوانسي 1 على بريودك تايم اللي هو يديني 10 هرتز يعني. طيب تعرف بقى تجيب الفيلوسيتي، ايوه هضرب ال 10 هرتز في الويف لينس، بس طبعا خلي بالك الويف لينس بالسنتي، فانا هضرب 10 نيجاتيف 2، ده يديني 3 متر بير سكند. طيب بيقول لك then the terminal of the spring is being moved to make a longitudinal wave of periodic time 0.2، تعرف تجيب الفريكوانسي، تطلع 5 هرتز، 1 على 0.2 يديك 5 هرتز. and its speed is 3 times the speed of the transverse wave. طب ما في الترانسفيرس السبيد كانت 3، يعني 3 تايمز يعني 3 في 3 يعني السبيد بقت ب9. تعرف تجيب الويف لينث، بقى خلاص الفيلوسيتي ب9، فريكوانسي ب5، تعرف تحسب الويف لينث بكام، يطلع ب 1.8 متر، اللي هي يعني 180 ايه، 180 سنتي. طيب 39. if the distance between the second crest and the seventh crest، يلا ما بين التاني والسابع، يبقى انت كده قد ايه، يبقى انت كده 5 ويف لينث، صح؟ تمام. هنا ترانسفير ويف از 20، يبقى كده الخمسة ويف لينث المسافة بتاعتهم 20، يبقى الويف لينث الواحدة بكام عشان تجيب الويف لينث، اقسم 20 على 5، يطلع لك الويف لينث ب4 متر، يعني الواحدة بس ب4 متر، يبقى ده الويف لينث. تمام. and the time interval between passing the first crest وال fifth crest، يبقى انت كده قد ايه، من الأولانية للرابعة، يبقى انت كده عديت على، آسف، من الأولانية للخامسة، يبقى انت كده عديت على 4 ويفز. التايم بتاعهم ب 0.1، تعرف تجيب لي تايم الويف الواحدة، اقسم ال 0.1 على 4، يديك ان ال 1 ويف التايم بتاعها بكام، ب 0.025، يعني ده البريودك تايم. تعرف تجيب الفريكوانسي 1 على بريودك تايم يديك الفريكوانسي ب 40. بس عايز الويف لينث بكام، انا لسه جايب اهو ب4، عايز السبيد بكام، هيبقى 4 في 40 اللي هي كام يعني 160. ندخل على سؤال 40. A stone was thrown into a lake. 50 wave were formed after 5 seconds. خد بالك بقى، 50 ويف اتكونوا بعد 5 ثواني، يعني انت كده ال5 ثواني عملوا لك 50 ويف، محتاج كام ثانية عشان تعمل 1 ويف عشان يبقى ده البريودك تايم، تطلع ب 0.1، فمن هنا تعرف تجيب الفريكوانسي 1 على 0.1 اللي هو كام يعني، اللي هو 10 هرتز. طيب from the collision of the stone with the water surface when the radius of the outer circle is 2 meter. خد بالك بقى، انت هنا ادي مثلا رميت طوبة فعملت ويفز بالمنظر ده، صح؟ المسافة دي كده كلها الراديوس ب 2 متر، طب مش ده كده المسافة بتاع ال 50 ويف،
يعني لو قلت الويف لينس بيساوي اكس على ان، ينفع اقول الاكس ب2؟ ما ده كده مسافة الويفز كلها، فاهم؟ على ال50، اللي هو يديك كام؟ 0.04. طيب، بس عايز الويف لينس يبقى 0.04، عايز الفريكوانسي يبقى 10، عايز السبيد ويف لينس في فريكوانسي، يعني 10 في 0.04 اللي هو يديك كام يا جماعة؟ 0.4. طيب 41. A train was at rest in a railway station when it blew a whistle of frequency 300. A man at a distance 0.99 kilometer from the train heard the sound 3 seconds later. عايز الويف لينس. طيب أول حاجة، في شخص واقف على مسافة 0.99 سمع الترين بعد 3 ثواني. تعرف تحسب الفيلوسيتي؟ ايوه، ما الفيلوسيتي ديستانس على تايم. انت الديستانس قد ايه؟ 0.99، طبعا كيلومتر تضرب في 10 باور 3. التايم قد ايه؟ 3 سكند. يديك الفيلوسيتي ب 330. كده لو انا معايا الفيلوسيتي ب 330 والفريكوانسي ب 300، تعرف تجيب الويف لينث؟ ايوه، في على فريكوانسي تطلع 1.1. تعالى هنا. The opposite figure represent a tuning fork of frequency 200. تمام. That was struck and put at one of the openings of the tube of length 8. يعني التيوب ده كله اللينس بتاعه كام؟ 8 متر. طيب. That is opened at both ends. If the beginning of the first wave reached the end of the tube when the sixth wave was about to enter. يعني أنا لما هنا طلعت one wave تبدأ تتحرك جوه الأنبوبة، صح؟ وصلت هنا لما كانت السكس ويف هتبدأ تتحرك. يعني كده كأني بقولك المسافة من الفيرست ويف للسكس ويف هي 8 متر دي. طب ما من الفيرست ويف للسكس ويف يعني كام ويف؟ يعني 5 ويف، يعني 5 ويف لينث، صح؟ بس يعني الخمسة ويف لينث بتعملهم في 8 متر، يبقى الويف لينث بكام؟ 8 على 5. طيب معاك الويف لينث ومعاك الفريكوانسي، تعرف تحسب الايه؟ الفيلوسيتي. تطلع 320. 43. two sound wave A and B with frequency R 512 و 256. عاوز اعرف اولا الريشيو بين السبيد. يا جماعه مش هو نفس الميديم؟ نفس الميديم صح؟ يبقى نفس السبيد. طيب يبقى الويف لينث انفرس مع الفريكوانسي، يعني ويف لينث ايه على ويف لينث بي، فريكوانسي بي اللي هي 256 على فريكوانسي اللي هي 512، تطلع اجابه 1 اوفر 2. 44. a wave of frequency 100 وويف لينث 20 propagate in a medium if it transfer to another medium. خد بالك انا متفق معاك، لو بتحرك من ميديم لميديم الفريكونسي بتتغيرش. طيب تعرف تحسب الويف لينث؟ ايوه، ما الفيلوسيتي بتساوي ويف لينث في فريكونسي، سيبك من الفريكونسي ما بتتغيرش. يبقى لو عاوز تعمل الريشيو فيلوسيتي 1 على فيلوسيتي 2 بتساوي ويف لينث 1 على ويف لينث 2. فيلوسيتي 1 تعرف تحسبها، معاك الفريكونسي معاك الويف لينث، اضرب 100 في 20 في 10 نيجاتيف 2 تديك 20، يعني فيلوسيتي 1 ب 20، فيلوسيتي 2 ب 30 ايكوال ويف لينث 1 ب 20، ويف لينث 2 انت عايز تعرفه، بس كروس مالتيبليكيشن يديك 30. يعني اجابات تشويس بي. ما كام سؤال يا جماعه؟ اما 49. ماشي، دلوقتي احنا اهو في سؤال 45. electromagnetic waves were transmitted from a wireless transmission station toward a satellite with a speed 3 multiply 10 power 8 millisecond, and after 0.003 the station received the reflected wave from the satellite. عايز الديستانس ما بينهم بكام؟ واحدة واحدة. تعال نفترض دي الستيشن وده الساتلايت. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الستيشن بعت للساتلايت، وبعد 0.003 الستيشن استقبلتها تاني. يبقى انا لو قلت ان الفيلوسيتي بتساوي ديستانس على تايم بالمنظر ده كده، اللي هو يطلع 9 ملتبلاي 10 باور 6. تيجي الديستانس منين لمنين بقى؟ دي من الستيشن للساتلايت، بعديها من الساتلايت للستيشن، يعني دي كده كنين الديستانس اللي انت جبتها دي، هي كنين الديستانس.
هو عايز الديستانس بقى بينهم بكام، اقسم على الاتنين يطلع الإجابة كام؟ 4.5 multiply 10 باور 6. تمام. 46. A transverse wave of frequency 16 propagate in a given medium with speed 3.2. اقف ما تكملش، هات الأول الويف لينس، السبيد على الفريكونسي تطلع 0.2. if the vertical distance between a crest and its successive trough. لا واحدة واحدة بقى، ده احنا نرسم بقى، احنا نرسم. بيقول لك الفيرتيكال ديستانس ما بين الكريست والترف اللي بعديها، يعني المسافة دي كده. طب ما المسافة دي اللي هي ايه اصلا يا جماعة؟ اللي هي 2 الامبليتيود، صح؟ اه. equal equal the horizontal distance in the direction of wave propagation. يعني كده الفيرتيكال ديستانس اللي هي 2 امبليتيود بتساوي الهوريزونتال ديستانس. طب ما الهوريزونتال ديستانس دي اللي هي قد ايه؟ انت كده نص لفة. طب ما الويف لينس ده هي اللفة الكاملة، يبقى النص يعني، لا يعني الويف لينس ده اللي هو 0.2 ده هو بتاع الكام؟ بتاع اللفة الكاملة. طب لو نص لفة يبقى 0.1. بس هو بيقول لك ان الفيرتيكال ده لو كان امبليتيود بيساوي نص الويف لينس، يعني بيساوي 0.1. كده تعرف تجيب الامبليتيود بكام؟ اه يطلع 0.05، يعني الإجابة تشويس دي. 47. A stationary ship A send two sound signal to another stationary ship B. One of the two signal in air and the other in water. طيب if the signal that is transmitted in air reach ship B after that transmitted in water by 6 seconds. واحدة واحدة. واحدة واحدة. أنا عارف دلوقتي إن الفيلوسيتي بتساوي distance على time، صح؟ اه. ودي التايم هناك، يبقى التايم بيساوي دي على ايه؟ على في. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك انت عندك سفينتين. طيب if the signal that is transmitted in air وصلت شيب بي after that transmitted in water by 6 seconds، يعني انت هتبعت، يعني يعتبر هتبعت حاجتين من ال بي، مره بوتر عن طريق الووتر، مره عن طريق الاير. فلك الفرق بينهم 6 سكند. عايز المسافه بين التو شيبس بكام؟ طيب صلى على النبي يا جماعه. ومديك السبيد في الاير ومديك السبيد في الووتر. طيب يعني انا كده ممكن اقول ان تي 2 ماينس تي 1 6 سكند، صح؟ الفرق بينهم التايم بينهم 6 سكند. طيب لو جيت استخدم القانون ده، مش كده اقول برضو دي 2 على في 2 ماينس دي 1 على في 1، صح؟ انا فكيت كل تي بس. طب مش هما نفس الديستانس؟ يعني تبقى دي عادي. بس فتي 2 ماينس تي 1 ده ب 6 سكند ايكوال دي على 340 ماينس دي على 1480. كده شفت سولف تعرف تطلع الديستانس ما بينهم اللي هي كام يعني؟ اللي هي 2,648.42 متر، اللي هي يعني بالكيلومتر هتبقى كام؟ تبقى 2.65. طيب 48. if the distance between the centers of the compression and each successive refraction. خد بالك بقى، المسافة بين الكمبريشن والريفراكشن لسه قايلينها، دي نص الويف لينس، لأن الويف لينس هو ايه يا جماعة؟ هو كومبريشن لكومبريشن أو ريفراكشن لريفراكشن. فلو قال لك الديستانس بين السنترز of the compression and each successive refraction in the pulse of a longitudinal wave is 0.15 بالمنظر ده كده، ده كده مش الويف لينس، ده كده ايه؟ نص الويف لينس. فبالتالي هتبقى الويف لينس بكام؟ ب 0.3 متر. طيب and the time taken between their pass is 1/150 سكند. ده برضو تايم الايه؟ تايم النص لفة او نص ويف لينس يعني. تضرب في 2 يبقى التايم كله بكام؟ ب1/75 سكند. تبقى الفريكونسي بكام؟ ب75، لان انت لو شقلبت البريدك تايم يديك فريكونسي. بس كده معاك فريكونسي ويف لينس، تعرف تجيب ايه؟ السبيد عادي، ده يديك 22.5. اخر سؤال 49 بيقول لك ايه؟ the opposite graph represents the relation between the displacement d of the medium particles d through which a wave propagate at a given instant and the horizontal propagation distance x.
اوف ذيس ويف، اقف لحد هنا. تعرف كده تجيب الويف لين صح؟ اكس على ان، الاكس بكام؟ انت مشيت كده لحد هنا 90 على ان بكام بقى؟ كده واحد، كده اتنين، يعني اتنين وربع، تطلع 40 متر، 40 اسف سنتيمتر. طيب تعال نشوف عايز ايه. بيقولك if one of the medium particles takes time t to have a displacement 4 centimeter away from its equilibrium position, the wave moves through the time t a distance قد ايه؟ طيب واحدة واحدة. تعال نفترض ان انا عندي بندلم، البندلم ده وده الاكوليبريم بوزيشن بتاعه. تمام. تمام. مش هي away from its equilibrium position يعني وصل لهنا مثلا، يعني عمل ربع لفة، صح ولا انا غلطان؟ صح. حد متضايق او حد عنده مشكلة لحد اللحظة دي؟ ماشي. آه لما انا اتحرك لحد هنا من الاكوليبريم لحد هنا، كده انا لفيت قد ايه؟ لفيت ربع لفة، يعني ربع ويف لينس، صح؟ يعني اكنه بيسألك انا عايز ربع الويف لينس بكام، لان انا اتحركت من الاكوليبريم بوزيشن لحد النقطة البعيدة عن الاكوليبريم، انا كده ربع لفة. بعد كده ارجع تاني الاكوليبريم نص، اروح هنا تلات ارباع، كده ارجع تاني يبقى لفة كاملة. هو بيسألني بقى على الربع بس، ربع ويف لينس. طب الويف لينس كلها ب40، يبقى ربع الويف لينس بكام؟ ب10. هل الكلام ده صعب؟ تمام كده يا جماعه، نبقى خلصنا شابتر 2 ليسن 2. انا عارف ان هو تقيل، عارف ان هو الورك بتاعه تقيل. طبعا الامتحان بتاعك بيجي اسهل من كده، بس انت ايه، انت بتتعلم كل سؤال، عشان احنا مش بنتوقع يجي سهل ولا يجي صعب، دي مش بتاعتنا. احنا بنعمل اللي علينا، وكده كده ايه، مجهودك وكده ربنا ما تقلقش مش هيضيعه يعني. بس شكرا ليكم. هاخد انا بقى بريك شويه كده، واروح اصور لك شابتر سي ليسن 1 عشان ينزل لك برضه على طول. شكرا ليكم يا جماعه. ما تنساش ان انت لو عندك اي سؤال تقدر تبعت لي على الواتساب. خلاص. ولو عايز تشترك معانا في حصص الزوم اللي بنشرح فيها ونحل، تقدر برضه تبعت لي على الواتساب. شكرا ليكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.